من رحم المعاناة يولد الأبطال. من حادث أليم كان أن يؤدي بحياته. مشيت نشوف ماتش في تطوان، درت قصيدة كنت غنموت. إلى صانع الفرحة المغربية. أنتم كلاعبين وكطاقم، لا إداري ولا طبي، شرفتوا المغرب. هشام دقيق أفضل مدرب عربي إفريقي لكرة القدم داخل القاعات، عمل نقلة نوعية في هذه الرياضة. الكل أصبح يهاب المنتخب المغربي بسببه. شهادات وانبهار من إعلاميين من مختلف الدول. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ايه المتعة دي؟ المنتخب المغربي للفوتسال عودة للحياة بعد سنوات عجاف، أصبح حديث الصحف العالمية. عمل جبار يقوم به رئيس الجامعة المغربية فوزي القجع تحت القيادة السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس أعانه الله ووفقه. الجامعة ديال السي القجع اللي صراحة نقدات هذه الرياضة من السكتة القلبية. دعم كبير جعل الرياضة المغربية تعرف نقلة نوعية من منتخب لا يشاهد أحد، من القاع إلى القمة، الأول عربيا وإفريقيا، الثامن على مستوى العالم. انتصارات ساحقة، نتائج مرعبة للخصوم، وألقاب بالجملة. بطل إفريقيا عام 2016 و2020، بطل كأس العرب 3 مرات متتالية، عوام 2021 و2022 و23، بطل لكأس القارات 2022 لأول مرة في تاريخه، ليكون أول منتخب عربي إفريقي يحقق هذا الإنجاز. التأهل لكأس العالم 4 مرات، والوصول لربع نهائي البطولة عام 2021، والقادم أفضل في البطولة القادمة بعون من الله. إنجازات كبيرة للرياضة المغربية، قد تضاف إليها كأس أخرى غالية اليوم حينما يلعب نهائي بطولة إفريقيا أمام المنتخب الأنغولي. مواجهة لن تكون بالسهلة، لكن أشبال هشام دقيق قادرين على تحقيق الفوز في هذه المباراة التي ستشهد حضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. منتخب مرعب، مدرب محنك، جمهور متعطش للألقاب، معطيات ستجعل من الرياضة المغربية ترفرف عاليا في الأعوام القادمة، ولا عزاء للحاقدين. أراكم في فيديو قادم بإذن الله. الله المعين.